هلا والله وسهلا، حياكم الله جميعا في مقطع جديد. ما تلاحظون يا جماعة الخير قلة انتشار البرادو الشكل الجديد؟ رغم ان الموتر طالع من عام تقريبا 24 نزل موديل، والان 25 نزل الموديل الثاني، ومع ذلك ما نشوفه في الشوارع بكثرة. وش الاسباب اللي خلت البرادو الشكل الجديد ما ينتشر؟ حياكم الله جميعا. السبب الاول ارتفاع سعر السيارة المبالغ فيه. صح ان البرادو جاي تقريبا بخمس فئات للبنزين، لكن اقل فئة تقريبا التي اكس تقريبا حدود ال 193 الف، مشلحة من المواصفات. اعلى فئة الادفنشر تقريبا حدود ال 288. على ايش؟ فانا اشوف ارتفاع السعر له دور كبير في عزوف الناس عن شراء البرادو. السبب الثاني انا اشوفه ضعف المحرك. البرادو كله جاي تقريبا البنزين محرك ال 2400 سي سي، 267 حصان، 430 اللي هو العزم. محرك جدا اشوفه عادي، يعني رغم انه تيربو الا انه مو بذاك المحرك القوي مره. بحجم السياره وانه يشيله في نفود، يشيله في تسارعات، انا اشوف صدق جدا محرك مخيب للامال. السبب الثالث جودة الديكورات الداخلية، وماشي تويوتا من تالي الدواكير الداخلية سواء في الكامري أو في البرادو ما هي بذيك الجودة، وهذا أنا أشوفه أيضا سبب من أسباب عدم اقتناء السيارة. السبب الرابع عزل السيارة على السرعات العالية. أنا أشوفه جدا يعني تعبان مقارنة بالشكل القديم للبرادو. العزل فيه أفضل من الشكل الجديد. السبب الخامس أشوفه من الأسباب اللي أدت إلى عدم انتشار البرادو، وهو مرتبط أيضا بضعف المحرك، اللي هو موضوع أنت الآن صغرت لي حجم المحرك وأضفت لي تيربو. طيب بالمقابل وش تعطيني؟ المفروض تعطيني اعتمادية وقلة في صرفية الوقود. هالشيء أنا ما شفته في البرادو، لأنه معطيني تقريبا صرفيته للتر الواحد يمشيك حدود ال 10.6. أنا أشوف جدا صرفية، وإن كانت متوسطة في التقييم إلا أنها صرفية عالية. ما في فرق بينه وبين الست سلندر، فرق كبير صراحة. فأنا أشوف أن هذا عيب مهم وجوهري. هذا يا شباب استعراض للبرادو الشكل الجديد. أعطوني أنتم الأسباب اللي أدت إلى عدم انتشار السيارة من وجهة نظركم.